ضرب حسين الشحات للشيبي بعد انتهاء مباراة بيراميدز وعقوبة حسين الشحات وهزيمة النادي الأهلي بثلاثية من بيراميدز. هنتكلم عن كل هذه التفاصيل وهنعرض الفيديو ولكن الحكم. ولكن سؤال بيطرح بلح، انت ايه رأيك في اللي حصل من حسين الشحات في مباراة بيراميدز؟ وهنعرض الفيديو وهنتكلم عنه بطريقة سهلة وبسيطة، ومين السبب من وجهة نظرك الشخصية اللي وصلنا للمرحلة دي. عايزك تتفرج على الفيديو وعايزك تكتب لي رأيك في الواقع. يلا هنبدأ مع بعض، ويا ريت تقول لي انت من وجهة نظرك الشخصية رأيك. وعقوبة النادي الأهلي على حسين ايه؟ هنتكلم عن التفاصيل. اسمع الفيديو وهنعقب عليه. كمان مرة بس عشان حسين بس الموضوع معاه ايه؟ فرط منه على الآخر. تصرف مرفوض بكل ما تحمله الكلمة من معنى. اقسم بالله ما علشان انا زملكاوي ولا علشان اهلاوي، اركن دي على جنب، اركن دي على جنب خالص. وقت ما دونجا احتفل مع زيزو وعمل له بيو، انا قلت دونجا يستحق العقوبة ولازم لجنة الانضباط او اتحاد الكورة ياخد ضد دونجا عقوبة. طلع رئيس نادي الزمالك وطلع الاعلام الزملكاوي برر اللي حصل، دي نقطة. وطلع كابتن طارق يحيى قال لك يا اخويا هو زيزو كان اشتكى، هي بتاعتك ولا بتاعته؟ جدع. موقف كهربا طلع برضو مع جماهير النادي الاهلي يحتفل وقال لك اوف كهربا عقده صح. انت عارف الجملة اللي انا مش عايز اقولها. وبرغم الاحتفال الاولاني اللي احنا كلنا سمعناه وطلع قال لك ده فيك والكلام ده كله، قلنا لو كهربا قال الموضوع ده لازم يتوقف. مجلس ادارة النادي الاهلي دافع عن اللاعب، طلع مجلس ادارة نادي الزمالك اتكلم ان كهربا لازم يتوقف، طلعت لجنة الانضباط وقع عقوبة على كهربا، طلع مسؤول النادي الاهلي قال لك انا هنسحب لو كهربا اتوقف، فبالتالي العقوبة اتشالت. فبالتالي مجلس ادارة نادي الزمالك قال لك بس انا هاخد كاس الكرامة وما رحناش مباراة السوبر وانسحبنا منها. دي نقطة. يعني انا بكلمك في موقف شيكابالا اللي كلنا رفضناه لما طلع لجماهير النادي الاهلي وعمل الاحتفال، وطلعنا في وقتها قلنا احتفال غير لائق يا عم شيكا، ولازم شيكا يتوقف وشيكا توقف، لان انا مش على موضوع، انا على منظومة معينة وماشي على مبدأ واحد. شيكابالا توقف قلنا مفيش مشكلة طالما هيحصل انضباط، مفيش اي مشكلة عندي. دونجا لو توقف ما كانش هيبقى فيها اي مشكلة، كهربا لو توقف مش هيبقى فيها اي مشكلة، باهر المحمدي لو توقف في واقعة محمد هاني، وده اللي احنا كنا بنطالب بيه، ان واقعة محمد هاني وفعل باهر المحمدي مع محمد هاني فعل غير لائق، ولكن مجلس ادارة النادي الاهلي عدى الموضوع. طلع برضو الحكم ما كتبش تقرير، الموضوع ايه؟ عدى. ولكن باهر المحمدي كان الموضوع ما كانش يعدي او يمر مرور الكرام لانضباط الكرة المصرية. وادي نفس الواقعة بتحصل من حسين الشحات للشيبي. فبالتالي واجب على لجنة الانضباط حط قواعد وأسس من جديد، لأن موضوع الغرامة ووقف 4 مباريات وغرامة 20,000 جنيه الموضوع سب دين حلو، زائد ان مسك من التيشيرت وضرب بالقلم وفعل غير مرضي بالمره. والله ما علشان انا زملكاوي، ولكن انا بتكلم في الصالح العام. حتى امبارح في مباراه النادي الاهلي وبيراميدز انا سمعت لفظ ما ينفعش يطلع اصلا على الشاشه، ولكن في ناس ممكن ما تكونش سمعته، فانا مش هتكلم عنه، واللي سمعوا ما فيش اي مشكله سمعوا. ولكن الموضوع بقى اوفر قوي، ومن امن العقاب اساء الادب. فعل حسين الشحات، فعل باهر المحمدي، فعل شيكابالا، فعل دونجا،
المواقف اللي زي كده في موسم واحد لا ده هيودينا في حتة تانية خالص. ده مبقتش كورة، دي لو كورة بالشكل ده بلاها. لو الكورة هتبقى بالمنظر ده وقلة القيمة دي بلاها. وانا بحيي مجلس ادارة النادي الاهلي على سرعة رد الفعل. مجلس ادارة النادي الاهلي ما استناش تاني يوم، لا ادى عقوبة فورية وبلغ كابتن سيد عبد الحفيظ، وكابتن سيد عبد الحفيظ خد القرار انه برضه يوقع عقوبة مالية كبيرة على حسين الشحات بتقدر ب 300,000، يعني 15 ضعف عقوبة اتحاد الكرة ولجنة الانضباط. لجنة الانضباط قالت لك 20,000 جنيه وكفى 4 مباريات. مجلس إدارة النادي الأهلي 300,000 جنيه. فبالتالي مجلس إدارة النادي الأهلي يحترم، مجلس إدارة محترم، محترم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وده اللي احنا عايزين نمشي عليه. ما ينفعش لاعب يخطئ ويخرج عن النص سواء بمد الإيد أو بالألفاظ والموضوع يعدي مرور الكرام كده، والموضوع يعدي بسلاسة كده. ما ينفعش اي لاعب من النادي الاهلي، من نادي الزمالك، من نادي الاسماعيلي يخطئ ياخد عقابه على طول، ما فيهاش جدال. ده اللي هيخلي الكرة المصرية تبقى ماشية ستريت على طول على خط واحد، تلاقي الدنيا ماشية ببساطة وبسلاسة. ما ينفعش تبقى دي كل الوقائع دي في موسم. لا الموضوع عدى عندنا بمراحل. الموضوع عدى اتحاد كورة ما بيعرفش ياخد قرار، لجنة انضباط مهزوزة. فبالتالي هم دول من وجهة نظر الشخصية لجنة الانضباط واتحاد الكورة هم اللي وصلونا بالشكل ده. هم اللي خلوا يبقى فيه اعتداء بالإيد، اعتداء بالألفاظ، اعتداء بيو. فالموضوع عدى بشكل غريب جدا، وده بصراحة لا يليق بالكرة المصرية. أكيد في أهلاوية مبسوطة من الألم اللي كلنا سمعناه. أقسم بالله أنا سمعته وخرم ودني كده على طول. الواحد سمع الألم يعني ناس مصورة الفيديو من المقصورة الرئيسية والألم سمعناه. يا نهار أبيض، ده أنا سمعت الألم دماغي عملت إيرور. ترضاها على نفسك؟ ترضاها على نفسك؟ اكيد لا طبعا. ما ينفعش. ده راجل مثلا يكون متجوز، ده راجل عنده عيله، ده راجل ابوه وامه. الموضوع صعب جدا جدا جدا، واحنا بالطريقه دي رايحين لحته احنا مش حابينها. ولازم لجنه الانضباط تاخد قرارات حاسمه ورادعه لمثل هذه المواقف، سواء على لاعبين النادي الاهلي، سواء على الزمالك، سواء على اي لاعب في الدوري المصري يحصل منه اي لفظ او اي ردة فعل، سواء اللاعب مستفز مش مستفز. انت لاعب كبير مش لاعب صغير وسب ديانه وبتاعه والزبيبة على وشك ما شاء الله. يعني ما ينفعش. ولكن اللي وصلنا للمرحلة ديت دفاع الأندية عن الخطأ، سواء مجلس إدارة النادي الأهلي في بعض المواقف بيدافع عن اللاعيبة بشكل مستميت، سواء مجلس إدارة نادي الزمالك بيدافع عن اللاعيبة وأخطائهم بشكل مستميت، سواء اي لاعب طالما انت بتبرر له فبالتالي ما تلومهوش عن اللي هو يعمله، مد ايد، سب، الكلام ده كله. انا من وجهة نظري الشخصية السبب في اللي احنا وصلنا له بالشكل ده مجالس الادارة في الاندية، لجنة انضباط مهزوزة، اتحاد كرة مهزوز. من وجهة نظري الشخصية هي اللي وصلتنا للمرحلة دي. وكده نكون وصلنا لنهاية كلامنا. ويا ريت تقول لي رأيك في اللي حصل من حسين الشحات للشيبي، برغم استفزاز الشيبي لحسين الشحات والجماهير النادي الاهلي. ولكن قول لي رايك، سواء استفز ما استفزش اكتب لي رايك في خانه الكومنتات. وبكده نكون وصلنا لنهايه كلامنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.